كل دولة في العالم فاش كيطرى لها شي مشكل كيجلسوا كيناقشوا الاسباب وكيحاولوا يقلبوا على الحلول. الا واحد الدولة سميتها الجزائر، فين ما يطرى لها شي مشكل كتلصقوا في المروك وكترجع للور. الجزائر من 2019 ما كاين غير هزيمة مورا هزيمة واقصاء مورا اقصاء. مساكن ما تاهلوش كاس العالم اللي كان في قطر، موراها تقصاو من افريقيا وبالضبط من الدور الاول، وعاوتاني هاد المره تقصاو من الدور الاول. والمشكل ديما مساكن كيجيو في المرتبه الاخرى ديال المجموعه. وهاد المره مع موريتانيا اللي اول مره كتغلب في كاس افريقيا. وزيدك اول مره موريتانيا كتاهل دور الثمن في التاريخ ديالها. وعلى حساب من؟ على حساب القوه الضاربه الاولى في افريقيا. وفاش كتسولهم على سبب هاد العزائم كيقول لك المروك والقجع. واخا نمشيو بالعقل ديالكم، واش القجع هو اللي قال موريتانيا تماركي عليكم؟ واش القجع هو اللي تعادل معكم جوج المرات؟ واش القجع هو اللي كيدخل في بلاصتكم؟ ديروا في بالكم باللي القجع مقابل شغله وعنده ما يدار وما مسوقش لكم اصلا، غير نتوما الله يهديكم وصافي. الاعلام ديالهم بلاص ما يهضر على التشكيله والبنيات الرياضيه اللي ناقصه عندهم والسياسه الكرويه اللي ما عندهمش اصلا، مقابلين القجاع والمروك. ولكن بلاتي، واش فراسك العسكر هو اللي خرج على الاعلام ديالهم وكيعطيه اوامر باش الا الجزائر تقسات ولا طرات ليها شي مصيبه يلصقوها في المروك والمؤامره والقجع والكولاسه؟ يعني نفس الكاسيطه كتعاود. ولكن ديروا في بالكم، راه بهاد الفعيل هادي دايرين الضحك في راسكم ومبهدلين بداك الشعب الجزائري الشقيق. الخلاصه، سيروا خدموا على راسكم كيف الناس وطوروا المستوى ديالكم وتهلاو في الشعب ديالكم وفرحوه. اما الا بقيتو مقابلين القجاع والمروك راه والله لا طفرتوه. المهم انا غادي نتوقف هنا باش ما نطولش عليكم. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد على قناه كلاش ماسك. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.